السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في عافية البرفانات مع وليد أنور. فيديو النهارده خطير جدا يا جماعة ومهم جدا ولازم كله يركز فيه، سواء أنت تاجر أو سواء زبون. النهارده الموضوع قد تكون بتموت نفسك وأنت مش حاسس. موضوع خطير لازم كله يركز في الفيديو ده، وإذا عجبك حتى لازم من غير ما يعجبك، ده موضوع فيه أمانة علمية فلازم تشيره وتقول لأصحابك عليه. وأنا بكتب السكريبت النهارده قسما بالله غيرت رأيي 180 درجة في الموضوع. فطبعا في نهاية الفيديو أقول لك إيه الصح وإيه الغلط. قد يكون الفيديو ده اخر الاخبار في عالم تركيب البرفانات. عشان ما اطولش عليك، خش في موضوع اللي اطول. هنبدا بالاول الفرق بين الايثيلي والميثيلي، بين الكحول الايثيلي والكحول الميثيلي. هو الايثيلي هو الافضل، والميثيلي هو اللي قد يكون سام. فهنبدا نشوف الفرق بينهم اولا وبعد كده نخش في مواضيع تانيه. اول حاجه الكحول الايثيلي، الصيغه الكيميائيه بتاعته C2H5OH، C2H5OH. الميثيلي CH3OH. ده الفرق في التركيبه الكيميائيه. اول حاجه الكحول الايثيلي عديم اللون، الميثيلي برضو عديم اللون بس بيتضاف له لون بني ومسميه كحول الاحمر عشان خاطر الناس تعرف ان ده مش ايه، مش كحول عادي. الايثيلي اللي هو الحلو ده منتج من تخمر العنب والتفاح والقصب، مواد طبيعيه. الميثيلي ده منتج من حرق الخشب. الايثيلي بيستخدم طبيا، الميثيلي لا يستخدم طبيا. درجه غليان الكحول الايثيلي هو 78 درجه مئويه، الكحول الميثيلي 65. طبعا هنا التطاير بتاع الكحول الايثيلي مش كتير، مش قوي، ضعيف. التطاير بتاع الكحول الميثيلي طبعا قوي جدا وبيطير بسرعه جدا. اللهب لو جينا جبنا، طبعا تجربه محدش يعملها وده الفرق اللي النهارده هيبقى مهم معانا. اللهب لما تيجي تشعل الكحول الايثيلي بيديك لهب برتقاني او اصفر، انما الكحول الميثيلي بيديك لهب شفاف او ازرق. حتى وانت بتصوره بالكاميرا الكحول الميثيلي ممكن ما يبانش معاك من شفيته. عند الاختلاط بالمواد الأخرى الكحول الإيثيلي لا يتغير، إنما الكحول الميثيلي يتغير. الآثار الجانبية بتاعت الكحول الإيثيلي قد تكون احمرار خفيف وطفيف في الجلد، أو حروق خفيفة خالص، يعني حاجة لا تذكر بس حاجة مش يعني مش حروق معنى الحروق. الكحول الميثيلي وده الخطر كله بيسبب التسمم ويؤدي إلى الوفاة، ويؤدي إلى الوفاة. فلازم النهارده نشوف الدنيا ماشية إزاي. ده بالنسبة لإيه؟ للفرق بينهم في الكيمياء وفي الإنتاج وفي كل حاجة. فطبعا نعرف من هنا ان الكحول الايثيلي هو الافضل، الميثيلي مسمم ويسبب الوفاه. خش بعد كده على الكحول اللي بقى نفسه عموما، هل هو حرام ولا حلال؟ بناء على ما اللي احنا عملناه ده كله. فهنقول اول راي دار الافتاء المصريه في فتوى بتاريخ 22/5/2015 بتقول يجوز الاستخدام لانه ماده سامه وليس من شانها انها تشرب، ومن المقرر شرعا ان الشيء اذا تغيرت حالته الى شيء اخر تغير حكمه تبعا لذلك، مثل الخمر الذي استحالت وصارت خلا. يعني الخمر لو لوحدها اتحولت وبقت خل فيجوز استعمالها وحلل في الحاله دي. طبعا هو هنا بيتكلم عن الكحول الميثيل اللي هو حرام شربه اصلا، هنا ملوش دعوه بالكحول الايثيل. دكتور عجلين نشمي رئيس رابطه علماء الشريعه لدول مجلس التعاون العربي قال ان الكحول لا يقاس على الخمر، الكحول لا يقاس على الخمر، يعني الكحول مش زي الخمر في القياس عليه. وإذا استعملها فلا حرج، لأن الكحول مجرد ليس خمرا، الكحول لوحده مش خمر ما يتقالش عليه خمرا، إلا أنه من الأفضل من باب التورع تركيها، يعني ما نستخدمش الكحولات أثناء الصلاة في الملابس، ده من باب التورع، أنا ما أقول لك يجوز يعني. في دكتور عمر الشيجي أو عمر الشيجي بيميل إلى الجواز، وطبعا في بعض العلماء بيوقفها إلى كمية الكحول المستخدمة في المنتج، يعني بيقول لك لو قليل وما غيرش المنتج ما أثرش فيه خلاص استخدمه، إنما لو كثير وغير المنتج يبقى لا تستخدمه، يبقى المادة هنا إيه حرام. في عندنا الشيخ مصطفى العدوي كان ليه رأي قال يجوز استخدامها لأننا لا نستطيع أن نوضعها أن نوصفها بالخمر، يجوز استخدامها لأننا لا يجوز أن نضعها مكان الخمر أو نوصفها بالخمر لأن شاربها لا يسكر، وقصده هنا على الكحول الميثيلي برضه مش على الإيثيلي، إن هو بيسمم فما مش بيسكر، ده بيسمم وبموت، فهنا من باب إن هو يجوز الاستخدام عشان الحتة دي. الدكتور محمد حسان، فضيله الشيخ محمد حسان طبعا ليه قال لك هم على قولين. العلماء هو بيشرح قال لك العلماء انقسموا على قولين. اول جزء قال لك لا يجوز باعتبار ان الكحول خمر، خلاص لا يجوز استخدامه.
والتاني قال لك يجوز استخدامه، وهنا قال لك لسببين. اول سبب قال لك لان الكحول هنا بيحال، الكحول في البرفيوم بيحال، يعني بيتحول من ماده لاخرى، فطبعا مش هيسمى ايه خمر. تاني سبب قال لك ان الخمر ليست نجاسه، مش هو ده بيوصف راي العلماء، ده مش راي دكتور محمد حسان. بيقول لك ان الخمر ليست نجاسه، يعني انها مش نجاسه حسيه، دي نجاسه معنويه. فكده قال لك يجوز استخدامها. فرأيه هو الشخصي بقى دكتور محمد حسان قال لك رأيي الشخصي ان انا اميل الى الجواز، لانه لا يجوز احتكار رأي على رأي اخر. بعد كده فضيلة الشيخ ابن عثيمين قال ان الكولونيا والبرفانات كده ليست نجسة، ليست نجسة، لأن القول بنجاستها مبني على نجاسة الخمر، والراجح أن الخمر ليست نجسة نجاسة حسية بل معنوية. ولما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة عندما حرمت الخمر بإراقة الخمر، أراقوها في الأسواق، يعني كبوا الخمرة في الأسواق، في الأرض، في الشارع، مكان الناس تتجمع فيه للسوق. فقال لك لو هي كانت نجسة فعلا نجاسة حسية، ما كانش أمر بإن احنا نرمي النجاسة في أسواق المسلمين. فالنبي كمان ما امرهمش ان هم يغسلوا الاناء بتاعهم اللي كان فيه الخمر، سواء بقى ازازه او انيه، ما امرش انه يغسلوا عشان ده نجس، ما امرهمش بكده. فمعنى كده ان هي اصلا ليست نجسه نجاسه حسيه بل نجاسه معنويه. نيجي بعد كده الشيخ ابن باز، طبعا هو رايه النهائي ان هو ضد استخدام الكولونيا والكحولات في عند الصلاه يعني. فقال لك من يعتبرون ان الكحول مسكرا هو نجس، خلاص بقى كده حرام. وانما اذا استحالت استحاله كامله، يعني هي اتحولت الكحول ده اتحول في العطر بقى حاجه تانية خالص، وبقاش من صفاته ان هو يسكر، فكده ايه حلال نستخدمها. انما لو طبعا كان غالب او حل الماده بقت هي خمر او مسكره، فكده لا يجوز استخدامها طبعا. وافضل قال لك ان احنا ايه ما نستخدمهاش. نخش بعد كده على الشيخ صالح الفوزان. قال لك لا يجوز لانها مسكره، وكل مسكر خمر، وكل خمر حرام. طبعا راي صريح من الشيخ صالح الفوزان. عندنا دكتور عثمان الخميسي، طبعا ده راجل علامه بسم الله ما شاء الله، قال كلمه عجبتني قوي، قال لك طالما لا تشرب فهي حلال. ما استخدمش الكحول ان انا بشربه واسكر بيه يبقى هي حلال، انما لو بستخدمه طبعا استخدام تاني فهو حرام. فقال لك ما فيش اي مشاكل من الموضوع ده، ان حتى الخمره نجسه نجاسه حسيه. طبعا بعد كله طبعا انا كنت ناوي يعني في نهايه الفيديو كنت اقول لك ان الاسيلي، الاسيلي نستخدمه عادي، وطالما للصلاه احنا ما بنشربوش فنستخدمه عادي. والميسيلي كنت اقول لك استخدمه على الهدوم بس، طالما ان احنا ما بنشربوش برده كده. انما انا هنا غيرت رايي وانا بكتب السكريبت قسما بالله، لان في امانه هنا، ده رايي الشخصي مش راي حد، يعني مش راي ازهر ولا، مع ان عندي خلفيه دينيه، انا طبعا في الازهر. ف ان الكحول الميسيلي طالما مسمم بيعمل تسمم، وقال لك عن طريق الجلد كمان، ان هو بيترش على الجلد، الجلد بيمتص ويعمل ضرر، قد يؤدي الى العمى، قد يؤدي، فهنا في ضرر، فلا يجوز استخدامه نهائيا. انا عن نفسي هحرمه في البرفانات تاني خلاص. لا يمكن انا صعب استخدمه، بس لا يمكن فعلا كان في دماغي ان انا ممكن استخدمه على الملابس، انما لا، كده لا يجوز استخدامه اصلا، او حرام استخدامه اصلا. انما نستخدمه مثلا في حاجات تانيه، في حاجات مثلا في التسخين، في صناعه مواد كيميائيه. انت تعرف ان الكحول ده، انا اسف هطول لكم تاني، قول لي لا طول. الكحول ده ازاي اعرف ان هو ميسيلي ولا اسيلي، حلو ولا وحش؟ طبعا قلنا الحلو اللي هو الاسيلي، والوحش اللي هو الميسيلي. هعمل تجربه بسيطه جدا، هروح عند تاجر بيرفيوم اللي بيعمل لي برفان، هحاول اخد منه حبه كحول من اللي بستخدمه، اقول له هات حبه كحول مثلا 10 سم 20 سم لاي حاجه، امسح بيهم لمؤاخذه شوز، هستخدمه في تطهير في اي حاجه. هو مثلا ممكن يقول لي ده كحول اسيلي اللي هو حلو، وهو مثلا، انا اسف ممكن يكون يعني غير صادق معايا، فانا اتاكد ازاي؟ او ممكن اعمل عنده برفان واخد منها حبه 5 مللي ولا حاجه كده، واحطهم في اناء زجاجي او اي اناء حتى معدني، بس اهم حاجه امن نفسي، احطه على بلاط، على في حته بعيد عن الاماكن اللي فيها حاجات ممكن تعمل مشاكل، وعلى السلم في الشارع في اي حته، واحط حبه الكحول دول على الارض او في الطبق ده، واولع فيهم بحرص طبعا شديد. اذا اعطاني لهب اصفر، اذا اعطاني لهب اصفر، يبقى كده وصلنا لايه؟ لان ده كحول ايثيل نضيف. اللهب الاصفر او البرتقاني ده كحول نضيف، انما لو اعطاني لهب شفاف او ازرق، ده كده الكحول المسمن والذي يؤدي الى الوفاه. انا اسف للاطاله، واشوفكم مره ثانيه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.